بين السيرة، الشائعات والادعاءات. القصة كاملة بلا تهويل. تنبيه مهم قبل البدء: ما يلي تفكيك وتحقيق سردي لما يتداول عن ليلى عبد اللطيف، مع فصل واضح بين ما قالته هي عن نفسها وما نسب إليها من إشاعات وقصص غير مثبتة. لا نقر بالتنجيم ولا نسوغه، بل نعرض الوقائع ونميز الادعاء من الدليل. الاسم المتداول: ليلى محمد عبد اللطيف، أب مصري وأم لبنانية، وتذكر جذور سورية في العائلة بحسب روايات إعلامية. خريجة آداب جغرافيا بحسب تصريحاتها. كثير من الألقاب المنسوبة لوالدها كشيخ الأزهر أو مفتي مصر لا توجد لها وثائق رسمية منشورة تثبتها، وغالبا تذكر ضمن روايات شفوية غير موثقة. الطفولة ودور الأيتام. الرواية الشخصية: تقول ليلى إنها عاشت طفولة قاسية بعد وفاة والدها وهي صغيرة، وإنها قضت فترة في دار رعاية، وتروي حادثة البرتقالتين باعتبارها أول موقف غريب شعرت فيه بتدخل غير مفهوم. هذه رواية ذاتية لا يمكن إثباتها أو نفيها، وتذكر بوصفها تجربة شخصية لا دليل مادي عليها. عملت سكرتيرة وبائعة، ثم دخلت مجالات فنية وإعلامية متفرقة. اشتغلت في الموسيقى، دي جي، ميكساج، وشاركت في نشاطات رياضية، سباحة، غوص، وفق ما صرحت به. لاحقا ظهرت في برامج تلفزيونية تعتمد الاتصال الهاتفي وقراءة الطالع. حقيقة شرعية واضحة: التنجيم وادعاء علم الغيب محرم، وكذب المنجمون ولو صدقوا قاعدة شرعية معروفة. الاستبصار والتوقعات. تقول ليلى إن لديها حسا يجعل بعض توقعاتها تصيب، وتؤكد بنفسها أن ليست كل التوقعات صحيحة، لكن الواقع الإعلامي يظهر انتقاء لما يصيب وتجاهلا لما يخطئ، وهو نمط شائع في هذا النوع من المحتوى. خلاصة منهجية: الإصابة العرضية لا تعني علم الغيب، وغالبا ما تفسر بالاحتمالات العامة وتأثير الإعلام. خامسا: الزواج والوفاة. تزوجت مرتين ولها أبناء. تنسب إليها قصة التنبؤ بوفاة الزوج، وهي ادعاء بلا وثيقة. كل ما قيل عن قتل الجن لزوجها إشاعة صرفة نفتها هي نفسها. سادسا: لقاءات إعلامية وشهرة أوسع. شاركت في برامج لبنانية ومصرية ومع إعلاميين معروفين. ذاع صيتها بعد قصة منسوبة لمطرب توقعت له حدثا مؤلما ثم وقع لاحقا. ملاحظة مهنية: ربط حدث لاحق بتصريح سابق لا يرقى للدليل ما لم تتوافر قرائن دقيقة وتوقيتات موثقة. شائعة الشيخ الشعراوي. انتشر أنها قابلت الشيخ وأنه هرب منها. لا يوجد تسجيل أو توثيق لهذا اللقاء. ليلى نفت القصة جملة وتفصيلا. المنطق والتاريخ لا يدعمان الرواية. اتهامات السحر والتعلم في المغرب. نسبت أقوال لفنانة جزائرية تتهمها بالسحر والتعلم في المغرب. لا دليل قانوني ولا وثيقة تثبت ذلك. الاتهام بلا بينة يبقى ادعاء. ليلى عبد اللطيف شخصية إعلامية بنت شهرتها على التوقعات. لا دليل موثق على قصص الجن، السحر أو لقاءات أسطورية. التنجيم مرفوض شرعا، والإصابة العرضية لا تعني علم الغيب. الواجب: التمييز بين السيرة المعلنة والروايات الذاتية والإشاعات. كلمة للمشاهد: لا تسلم عقلك للعناوين الصادمة. اسأل: أين الدليل؟ من المصدر؟ هل هناك توثيق؟ بهذا فقط نخرج من دائرة التهويل إلى الوعي. لا تنسى اللايك والاشتراك.